بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهارده باذن الله هنعمل الفراوله اللي بتبقى بتزين بيها الشوك بغرزه البافي. انا عملت كميات كده من وحدات الفراوله بتتعمل بغرزه البافي. هنستعمل خيط احمر، فتله متوسطه السمك، وخيط اخضر. تمام. هنستعمل ابره رقم 6 ملم. تمام. هنشتغل الاول الفراولايه. نعمل عقده البدايه كده، وندخل ونعمل 4 غرز سلسله. غرزة سلسلة 1 2 3 4. تمام. وندخل في أول واحدة، أول سلسلة، ندخل في أول سلسلة ونسحب الخيط ونعمل منزلقة. بقى عندنا دايرة مقفولة كده. هنرفع الخيط كده شوية ونسحب 4 لفات. هندخل في قلب الدايرة، معانا خيط البداية ده تحت الشغل. ادي 1 لفة على الإبرة، 2 3 4. بقى عندنا 4 حلقات على الإبرة اهو. هنسحب خيط، نطلع من الحلقات كلها ونقفل بحلقة. دي غرزة البافي. نعمل كمان واحدة في قلب الدايرة، نسحب 4 لفات، 1 2 3 4. نسحب خيط من اللفات كلها اللي على الإبرة ونقوم قافلين عليهم بغرزة. احنا كده عملنا غرزتين من غرزة البافي. نعمل كمان غرزة في قلب الدايرة، نسحب 4 لفات، 1 2 3 4. تمام. نسحب خيط ونطلع من اللفات كلها ونقفل عليهم. كده احنا خلصنا السطر الأول. عندنا 3 غرز من غرزة البافي. نرفع الخيط كده شويه وناخد لفه على الابره، ندخل فيه اول فراغ كده، نعمل 4 لفات. ادي 1 2 3 4. نسحب خيط نطلع من اللفات كلها ونقفلهم بسلسله. في نفس الفراغ هنعمل 4 حلقات او غرزه البافي، 1 2 3 4. نسحب خيط نطلع من الحلقات كلها ونقفلهم بغرزه. كده احنا عملنا تزايد في اول فراغ في السطر الثاني. تمام. نضغط على الابره وهندخل في الفراغ اللي بعده وهنعمل تزايد. نعمل 4 حلقات، 1 2 3 4. نسحب خيط نطلع من الحلقات كلها ونقفلهم بالسلسله. وفي نفس الفراغ ناخد لفه على الابره ونسحب 4 حلقات، 1 2 3 4. نسحب خيط نطلع من الحلقات كلها ونقفلهم بغرز. كده السطر الثاني خلص. السطر الاول 3 غرز بافي، السطر الثاني عملت تزايد في اول فراغ وتزايد في ثاني فراغ. تمام. كده هنبتدي السطر الثالث. نرفع الخيط كده شويه، ناخد لفه على الابره في اول فراغ، هنعمل تزايد 1 2 3 4. تمام. كده غرزه البافي. ناخد لفه على الابره ونطلع من الحلقات كلها ونقفلهم بغرزه سلسله. في نفس الفراغ هنعمل غرزه بافي من 4 حلقات، 1 2 3 4. نسحب خيط نطلع من الحلقات كلها ونقفل بسلسله. هنلاقي في فراغ هنا في السطر الثالث ناتج من التزايد الاول والتزايد الثاني. هنعمل فيه غرزه بافي واحده بس، يعني 4 حلقات فقط، 1 2 3 4. نسحب خيط نطلع من الحلقات كلها ونقفل بغرزه سلسله. اخر فراغ هنعمله 2 غرزه بافي، يعني هنعمل تزايد. ناخد لفه على الابره، ندخل نعمل اول واحده، 1 2 3 4. لفه على الابره ونسحب من الخيط كله ونقفلها بغرزه سلسله. في نفس الفراغ 1 2 3 4. لفه على الابره ونسحب من الخيط كله ونقفلها بغرزه سلسله. يبقى كده السطر الثالث خلص. السطر الاول عباره عن 3 غرزه بافي، السطر الثاني تزايد في الغرزه الاولانيه وتزايد في الغرزه الثانيه، يعني 2 هنا و2 هنا. والسطر الثالث تزايد على الحروف، على اول غرزه واخر غرزه، والغرزه اللي في النص واحده بس. تمام. السطر الرابع والاخير نرفع الخيط كده ونلف الشغل، ناخد لفه على الابره زي ما احنا متعودين. هناخد هنا تزايد وهنا غرزه واحده وهنا غرزه واحده وهنا تزايد. تمام. وده اخر سطر في الفراوله. ماشي. السطر الرابع يبقى هنعمل ايه؟ 1 2 كده عشان لازم ادخل في الفراغ نفسه. في الفراغ نفسه اهو، 1 2 3 4. دي كده غرزه ونقفلها بسلسله. في نفس المكان او في نفس الفراغ كمان غرزه بافي عباره عن 4 حلقات كده، 2 3 4. نسحب خيط نطلع من الحلقات كلها ونقفلهم بغرزه سلسله. في هنا 2 فراغ، هنعمل هنا غرزه واحده وهنا غرزه واحده، واخر غرزه هنعمل فيها تزايد. تمام. يبقى هنعمل هنا غرزه واحده بافي عباره عن 4 حلقات، 1 2 3 4. تمام. نسحب الخيط ونقفلهم بغرزه، وهنا غرزه واحده، 1 2 3 4.
نسحب الخيط نقفلهم بغرزه واحده. اخر فراغ في السطر هنعمل فيه تزايد 1 2 3 4. دي كده اول غرزه نقفلها بسلسله 1 2 3 4. تمام، نقفلها كده بسلسله. كده الفراولايه خلصت اهي، عباره عن 4 سطور. تمام، السطر الاول 3 غرزه بافي، السطر الثاني تزايد 4، السطر الثالث 1 2 3 4 5 غرزه بافي، السطر الرابع والاخير 1 2 3 4 5 6 غرزه بافي. بقى كده بالشكل ده. احنا فاضل الجزء اللي هو بتاع ورقه الشجر اللي فوق، اللي هو الاخضر ده، اللي هو باللون الاخضر دوت اهو، الجزء العنق بتاع الفراولايه. وانا كده ايه، هقص الخيط وهستعمل الخيط الاخضر اللي هعمل بيه العنق بتاع الفراولايه. كده انا قصيت الخيط وهعمل عقده تثبيت كده اهو، واشد جامد عشان تبقى ثابته، وادخل طرف الخيط بقى النهايه ده في ما بين الغرز كده. والزياده هقصها اهو. وكده الفراولايه بتاعتنا. هنعمل بقى العنق بتاع الفراوله. اول حاجه بنعمل عقده في البدايه كده، بسم الله. اهو اهي عقده في البدايه، وهندخل في الفراغ اللي في اخر سطر، اللي في السطر الرابع. ندخل كده ونسحب الخيط ونثبته الاول كده، شد الخيط كده. انا ثبت الخيط، هرفع بقى الفتله دي كده وناخد برده 4 لفات هنا في نفس الفراغ. 1 2 3 4. معايا الخيط البدايه ده تحت الشغل. مش هنقفل المره دي، مش هنقفل بسلسله او بحلقه، مش هنقفل. هنعمل غرزه بافي برده في الفراغ اللي وراه، ناخد لفه على الابره. معايا طرف الخيط دوت البدايه معايا تحت الشغل عشان ايه انضفه. هنعمل 4 لفات برده، 1 2 3 4. تمام كده. مع كل الحلقات دي اهي، كل الحلقات دي هسحب خيط وبالراحه خالص واطلع من كل الحلقات كده، واشد الفتله وهقفل عليهم غرزه سلسله. تمام كده، وهاخد لفه على الابره. هنعمل بقى الجزء الثاني. الفراغ الثاني ده انا مش هعمل فيه ولا هعمل هنا، هعمل فيه اللي تحتيه. يعني هناخد لفه على الابره وندخل في الفراغ اللي تحت في السطر الثالث، ونعمل 3 غرزات، 3 لفات بس. 1 2 2 3، واشد ايدي كده 3 اهم، ومش هلف برده، مش هقفل. هنخش في الفراغ الثاني ده مباشره، لا اللي تحتيه بقى. هنعمل 3 لفات برده، 1 شد الخيط كده 2 3. الحلقات اللي على الابره دي كلها، كل الحلقات دي نسحب خيط كده ونطلع من كل الحلقات بالراحه عشان ما تتفرطش مننا، وهنلمهم كده بغرزه سلسله اهي بالمنظر ده. واضح؟ فاضل هنا اخر واحده، وهنا ايه قبل الاخيره، وهنا الاخيره. الفراغين دول هنعمل زي ما عملنا في اول واحده، هندخل ونعمل غرزه بافي 4 لفه، 1 2 3 4. مش هنقفل عليهم. تمام. الغرزه الاخرانيه هنعمل غرزه بافي 4 لفات، 1 2 3 4. تمام كده. وهنسحب خيط نطلع من الحلقات كلها كده. تمام، ونقفل عليهم بغرزه سلسله. ما خلصتش، هنلف الشغل. واخر غرزه اللي انا اشتغلت فيها ديت، اخر غرزه اللي انا خلصتها، هندخل في اول غرزه كده ونشد الخيط كده ونسحب ونعمل غرزه منزلقه. نسحب الخيط كويس كده ونشده. بقت اهي وضحت. هنعمل العنق بتاع الفراولايه، هنطلع ب4 سلسله، 1 2 3 4. ندخل فيه تاني غرزه، نعمل غرزه حشو. تمام، غرزه حشو، والغرزه اللي وراها غرزه حشو. تمام، والغرزه اللي وراها غرزه حشو كده. والغرزه اللي في النص هندخل نعمل منزلقه اهو بقى. الفرع بتاع الفراولايه اهو، ده الفرع بتاع الفراولايه. تمام كده. هنقص الخيط واعمل عقده تثبيت اهو كده، واشد الخيط جامد عشان الغرز ما تتفكش. اهي الفراولايه بتاعتها. طبعا ادخل الخيط ما بين الشغل كده واسحبه لورا وادخله ما بين الشغل عشان ايه الفراولايه بتاعتي تطلع نضيفه. يبقى احنا كده خلصنا الفراولايه اهي، شكلها جميل جدا جدا جدا
بنستعملها في تزيين الشغل، الجواكت اللي طالعه موضه، سهله جدا وما بتاخدش وقت في الشغل. ودي الفراولات اللي انا عملتها، الفراولات اللي انا عملتها اهي عشان ازين الجاكيت. شايفين جميله قد ايه؟ الفراولات لتزيين الشغل الكروشيه. ده برضه عملنا الفراوله بغرزه البافي، سهله جدا ما تاخدش اي وقت اهي. كده الفيديو بتاعنا خلص. ارجو لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه تقولوا لي رايكم في الكومنتات وتكتبوا لي كومنت حلو، وارجو تدعموني وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله باذن الله.